اكيد كلكم متحمسين نروح مع بعض نشوف انا عملت ازاي الازايز بتاعت الزيت والخل دي من اعادة التدوير زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا لما نروح نشوف مع بعض. زي ما انتوا شايفين دي بقى ازايز المياه الغازية موجودة في كل بيوتنا، وعمالين نسأل على الاستخدامات بتاعتها. هنجيب دهان البلاستيك المط، انا وريتكم شكله بالماركة بتاعته، سعره 75 جنيه الكيلو، لسه جايباه النهارده بالسعر ده. وبعد كده هتجيبي اي سفنجة بتاعت الاطباق بتاعت المواعين بتاعتك، وبطريقة الطبطبة هنبدأ نغلف الازازة كلها، ودي بتكون طبقة البطانة، وهنسيبها تنشف ونديها الطبقة الاساسية. الخطوة دي سامحوني رحت معاكم بقى في الكرتونة علشان بتبهدل الدنيا جدا. عملت الالوان السايلة دي، بحط لون اسود ومعاه شوية من دهان البلاستيك وعليهم شوية مية لحد ما القوام بتاعهم يبقى زي ما انتوا شايفين كده، وبالفرشة بتاعة الاسنان وبطريقة الطرطشة كده، ونسيبها تنشف. ولازم طبعا تاخد طبقة الحماية، وهي باستخدام الورنيش المائي، ونفس برضو الماركة اللي هي GLC. هنا بقى جبت قطعة من الكوستر الحصيرة وبدأت الزقها. ليه عملت الخطوة دي؟ عشان نعرف نغسل الازايز براحتنا. انا على فكرة لزقتها بشمع منها فيها، يعني على الخشب، ما لزقتش على الازازة عشان هبقى فكها واغسل الازازة وبعد كده ارجعها تاني بالستيكر، وبكده نبقى حافظنا عليها. الستيكر ده انا اللي عملته، جمعته وبعته للمطبعة طبعهولي، وانا اللي كاتباه وكل حاجة. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم، وسيف وشير ونعمل متابعة. فكرة هايلة جدا، وعلى فكرة ما كلفتناش اي حاجة.